عليكم ورحمة الله. النهارده هتكلم معاكم ازاي اقدر، لو انا عندي فكرة ازاي اقدر اطلع منها الخطوات اللازمة اللي اقدر استخدم فيها الكودينج والاي اي ان هو يطلع لي الحاجة اللي انا عايز اعملها في الاخر. فانا النهارده هتكلم على مثلا هبدأ معاكم فكرة من اولها لاخرها لحد ما اعمل لها ببلش على الاب ستور او الاندرويد ستوديو. فالنهارده هتكلم على ازاي اطلع من الفكره بتاعتي الحاجه اللي انا عايز اعملها بالظبط. انا النهارده مثلا بعت لجيميناي اهو، انا عايز بي ار دي دوكيمنت. البي ار دي دوكيمنت دوت ده برودكت دوكيمنت اللي هو بيقول لي انا ايه بالظبط اللي انا عايزه في الدوكيمنت. الدوكيمنت هيكون فيها ايه، الصفحات في الابلكيشن بتاعي هيكون في ايه، ايه الكابابيلتيز اللي ممكن يعملها، ايه الحاجات اللي اقدر اضيفها في الابلكيشن بتاعي. فده بيبقى دوكيمنت شامل لكل حاجه هتتعمل. فبختار الريزنينج مود، فانا بقول له انا عايز بي ار دي دوكيمنت للفكره الفلانيه. انا عايز اعمل رياكت نيتيف اب. الابلكيشن ده يقدر يحول فايل اكستنشن، يحول من اي نوع لاي نوع، وبساله ايه الانواع اللي ممكن احول لها كمان. يعني انا مثلا لو حتى الفكره مش موجوده عندي كلها ممكن اخلي الاي اي يساعدني فيها. فانا لو بعت المفروض اهو السينكينج بتاعه اشتغل. هيطلع لي حاجة زي كده. ده البرودكت ريكويرمنت دوكيمنت بتاعي. ايه اللي هيتعمل في البرودكت نفسه. آه. بيتكلم ان احنا هنحول الصور، ان هو في صور ما بتبقاش مناسبة، الاكستنشن بتاعها مش مناسب ان هو يتفتح على الموبايل وهكذا. فده الكور فيتشر زي مثلا اللي عندي ان الابلكيشن نفسه هيبقى فيه فايل امبورت اللي هو هقدر اخد الفايل بتاعي. فايل كونفرجن انجن هيبقى في عندي انجن مسؤول ان انا بحول من امتداد لامتداد. ايه الامتدادات كمان المتاحه. يعني مثلا اقدر احول من جي بي جي لبي ان جي لاتش اي اي سي. كل الامتدادات دي وهكذا. يعني الدوكيومنتس برضو بيديني دي كلها حاجات زي سجشن بتاعت يعني مثلا ممكن اجي وانا بقى شغال اقول لا انا عايز دوكيمنت دوكس البي دي اف بس مش هامبلمنت ده. يعني دي مش دوكيمنت ملزمه. فتمام، يعني حتى بيكلمني هنا او ايه الحاجات اللي هيحولها حتى الاركايف كونفرجن. بعد كده بيقول لك الفايل ان انت بعد ما تعمل كونفرجن المفروض هيبقى فيه ديديكيتد ماي فايلز سكرين عشان يبقى فيه صفحه فيها ملفاتي، عشان تعرض او التحويلات عشان يعرض لي الفايلات اللي انا حولتها او النتيجه يعني الاوتبوت بتاعي. ممكن اعمل رينيم، اعاده تسميه الابلكيشن، اديليت الكونفرتد فايل لو انا عايز اديليت بقى السورس نفسه. مديني كل الاوبشنات اللي ممكن تتعمل عندي في الابلكيشن نفسه. آه، فانا ممكن اقوم واخد كل اللي هو بعته ده. يعني حتى بيقول لي المونetization ازاي اطلع منه فلوس. فبيقول لك ممكن مثلا في الفري فيرجن تحط اد سبورت، وتليمت الكونفرجن مثلا مره مرتين في اليوم. تليمت السايز، يبقى اخره مثلا 25 ميجا. بالنسبه مثلا للبرو فيرجن ممكن تشيل الاعلانات. انليمتد كونفرجن السايز تعمل له انكريز. باتش كونفرجن لو هو عايز يكونفرت مثلا كذا صوره لكذا نفس الامتداد. فتعمل باتش كونفرجن اللي هو باتش يعني مجموعه وهكذا. فانا مثلا هقوم واخد الفايل ده اقول له كوبي. كوبي الفايل ده تمام. آه، الفايل ده عايز اعمل له كوبي، اقوم واخده كله كده كوبي. هاجي بقى الكوماند التاني اللي عنده. انا هستخدم مثلا رياكت نيتيف في الابلكيشن بتاعي. في حاجه اسمها اكسبو في رياكت نيتيف دي بتسهل لي الديفلوبمنت المفروض. فانا بقى الكوماند بيقول ايه using react native with expo give me the ultimate dev stack help me to build the app. نختار البرو. I will need to know which package to use. ده بقول لل AI ان هو طلع لي
كل حاجة عندك. يعني انت مثلا اديني اني باكج المفروض استخدمها، الباكج دي المفروض تكون مش اوبسليت، مش قديمة، المفروض تبقى حديثة. واديني ستيب باي ستيب ازاي ابني الحاجات دي، وهكذا. واديله الكوبي اللي انا عملته دوت اللي هو البي ار دي بتاعي، آه، وندوس انتر. فهو السينكينج بتاعه برضو اشتغل، بس هياخد وقت عشان بيبدأ هو مثلا يتكلم بالنسبة للفايل بيكر، في اكسبو ايمج بيكر، في اكسبو دوكيمنت بيكر، بيحدد الباكجات اللي المفروض استخدمها. بالنسبة لليو اي المفروض اني فريم ورك السي اس اس اللي هستخدمه، نيتيف ويند. دي لايبريز المفروض ان هي موجوده. انا برضو ستيل ممكن يعني اجنور الموضوع ده، كده كده الاي اي هو اللي هيعمل معايا كل حاجه، هو اللي هيسطب لي حتى الباكجات، هو اللي هيورجنايز كل حاجه. فدي اهي الستيب باي ستيب بلان. قال لي هنا اللايبريز اللي عندي، لو بالنسبه للكور هنستخدم اكسبو اس دي كي، التايب سكريبت، هستخدم نافيجيشن، هستخدم حاجه اسمها اكسبو راوتر. بالنسبه لليو اي هستخدم دي الباكجز اللي هو شايف ان المفروض استخدمها. تمام. دي بقى الستيب باي ستيب بلان بتاعتي. انا المفروض ان انا بمشي بقى مع الاي اي، التولز اللي انا وريتها لكم في الفيديوهات اللي فاتت، ان انا اقدر استخدم الاي اي ان هو يبدا يعمل لي الدنيا دي. ان هو يبدا في الاول مثلا هيعمل لي صفحه، الصفحه دي فيها اسم البروجكت بتاعي، واخليه ده اسمه اهو فايل كونفرت موبايل. انا ممكن اغير الاسم وهكذا. دي ديبندنسز اللي هيسطبها في الاول. دي هو ناوي يعملها تابز، اهي الصفحه عباره عن تابز. ف كل تاب حتى كاتب جنبها ايه، ان هو بيقول لك ان انت هيبقى عندك تو تاب، واحده كونفرت واحده ماي فايلز. السيت اب بروفايدر هو دي كلام. انا ممكن يعني انا ماليش دعوه بيه برضه ستيل. انا المفروض هبدا اخد كل ستيب ابعتها للاي اي هو يكريتها. او لو الستيب يعني مثلا دي بيقول لي رن الكوماند دوت، انت لازم يكون عندك اولا كريت اكسبو اب انستولد، وده هنشوف ازاي برضه نسطبه لو الموضوع بالنسبه لك جديد. وهنمشي خطوه خطوه، يعني هنمشي خطوه خطوه على ماشين جديده ازاي نسطب كل حاجه من الحاجات دي. فيا ريت لو مهتمين اعملوا لايك وكومنت عشان اعرف ان في ناس متابعه الموضوع دوت ومهتمه تشوف الابلكيشن وهو بيطلع واحده واحده لحد حتى ما نعمل له ببلش على الاب ستور. شكرا لكم.